يا مساء الخير. النهارده هنعمل مع بعض ورقة سجق بجد حلوة قوي قوي، وطريقتها مفيش اسهل من كده. هنجيب اول حاجة الخضار. معايا فلفل احمر الوان، فلفل اخضر، بصل، بطاطس، توم. فاحنا هنقطع الفلفل الالوان اول حاجة، وبعد كده هقطع برضو الفلفل الاخضر الرومي. بجيب حبتين او 3 حبات من البطاطس وبغسلهم كويس جدا تحت المية بالسبونج المخصوصة للخضار، وما بقشرهاش وبقطعها لمكعبات صغيرة عشان تقدر تستوي في الفرن كويس جدا وبسهولة. بجيب بصلاية كبيرة وبقشرها بالطريقة دي وبقطعها لترانشات، وبعد كده انا هجيب الهون، هحط فيه 3 فصوص من الثوم وهقطعهم كده شرايح كده صغيرة عشان اقدر اهرسهم كويس جدا ويتخلطوا معايا كويس جدا مع الفلفل الحار. 1 فلفل حار على حسب الرغبة، انتوا عايزين تكتروا. حطيت رشة ملح برضو، دي بتخلي يتنعم معانا الثوم اكتر مع الفلفل. وبحط معلقة كبيرة من هريسة الفلفل المشوي اللي اكيد انا هنزلها لكم ان شاء الله على صفحتي. وبعد كده بجيب بقى طاسة سخنة جدا وبحط عليها السجق اللي احنا عايزين ياخد لون كويس جدا، بس السجق بتاعي منزلش دهون، انا كنت عايزة احمره وينزل دهونه فهو منزلش، فانا جبت معلقتين 3 من الزيت عشان يقدر يتحمر وياخد لون كويس جدا معانا. وبعد كده انا بشيل السجق في طبق على جنب وبحط مكانه البطاطس احمرها، وبعد ما احمرها بشيلها برضو فوق السجق وبحط مكانهم الخضار. بحط اول حاجة البصل باخده تقلبتين كده شوية، وبعد كده بحط الفلفل الالوان، رشة من الفلفل الاسود واخدهم تقلبتين كده، وبعد كده بحط بقى الثوم والفلفل الحار وهريسة الفلفل المشوي عليهم وباخدهم تقلبتين، وبحط معلقة صلصة طماطم وكمان طماطمايه مبشورة وباخدهم مع بعض برضو تقلبتين في الطاسة على نار عالية، وبعد كده بحط تاني عليهم البطاطس والسجق. بجيب بقى صينية وبحط عليهم ورقتين من الفويل عكس بعض زي ما انتوا كده شايفين، وبحط عليهم ورقة من ورق الزبدة، وبحط عليهم بقى خليط البطاطس والسجق والخضار. بعد كده بقفل كويس جدا بورق الزبدة، وبحط كمان ورقة من فوقيها كمان عشان تقدر تقفل لي الطبقة بتاعة ورقة الزبدة دي كويس جدا على الخضار عشان تحبس الحرارة، والخضار والسجق والبطاطس كل ده يستوي على البخار. طيب انا بقفل كويس جدا كمان عليهم الفويل، وبحط ميه سخنه في الصينيه من تحت الفويل عشان تعمل بخار وتقدر تسوي لي الحاجات دي كلها. بحطها على درجه حراره 180 الرف اللي تحت خالص لمدة 45 دقيقة. وكمان احنا المفروض كل شوية نبص عليها، لو المية نشفت بنزود لها مية سخنة تاني بس من تحت الفويل مش من جوه الورق بس. وبتطلع بقى بالجمال ده، رهيبة بجد، جربوها هتستمتعوا بيها جدا في الشتاء اللي احنا فيه ده وفي البرد ده، بتدفي جدا، طعمها حلو قوي قوي وخفيفة جدا وسهلة جدا في عمايلها، مش هتاخد وقت منكم خالص، بجد حلوة قوي. الطعم خرافي، الخضار مع البطاطس مع السجق بجد هما كانوا ميكس حلو قوي قوي مع بعض. بصوا هي كمان خفيفة جدا مفيهاش دهون كتير، لو السجق بتاعكم زي بتاعي كده ما بينزلش دهون. انا شلت كده وخدت بقى من الصوص اللي نازل تحت كده. استمتعوا يا جماعة بجد حلو قوي. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش، انا منى الموان. باي باي.